من فترة كان جه في بالي سؤال: ايه أهم مهارة في 2026؟ لو جيت سألت أي حد في الشارع عن المهارة ديت هيقول لك AI أو البرمجة أو أي حاجة هيجي في باله يعني. ولكن أنا شايف إن أهم مهارة في 2026 هي إنك تعرف تتعلم، مش إنك تعرف تتعلم حاجة واحدة بس، لأ، إنك تعرف تتعلم في العموم، أي حاجة تقدر تتعلمها بنفسك. قبل ما نعرف ليه عاوزين نرجع ورا شوية في رحلة التعلم دي أصلا كانت ماشية ازاي في الأول. في البداية الدنيا كانت ماشية بالمعايشة، أي واحد مثلا عاوز ابنه يطلع حداد بيوديه لحداد ويقعد معاه لحد ما يكبر، يتعلمه عن طريق التطبيق معاه أو إن هو يشوفه ويطلع يبقى حداد عادي. بعد كده ظهرت النظام اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هو المدارس النظامية اللي احنا فيها، وبعدين ظهر النت اللي خلى القرية يتعلم زيه وزي اللي بيتعلم في أكبر جامعة موجودة في العالم. ده خلى بيبقى الفرق بين الاتنين نوعا ما قل شوية، ولكن ما زال كان لسه في مدرس شخصي، انما التاني ما عندوش مدرس شخصي. لحد ما ظهر الاي اللي خلى كل الحدود دي تتشال، بقى قادر يبقى هو المدرس الشخصي بتاع كل حاجة. ومن هنا بقت رحلة التعلم ازاي تكبر وتبقى أمتع وأحلى بكتير. طيب ايه هو التعلم الذاتي أصلا؟ التعلم الذاتي مش انك تتعلم لوحدك وما تسألش كده وخلاص، مش شرط يعني. التعلم الذاتي انك تبقى ماسك مسؤولية نفسك، تعرف ايه اللي انت عاوز تتعلمه، تعرف ايه المصادر بتاعت اللي انت عاوز تتعلمه، تتعلمه لوحدك بانضباط من غير ما حد يقول لك ايه تعلمه، تعرف الصح والغلط على ما يتعلم وتعمل ايفالويت للي انت اتعلمته. الفرق هنا مش ان انت بتتعلم لوحدك، الفرق هنا بس ان انت اللي ماسك الدركسيون من الاخر يعني، بدل ما حد غيرك هو ايه اللي بيقول لك تروح فين، لا انت اللي تقول لنفسك تروح فين. ولكن مش شرط، ممكن تسال الناس عادي يعني. التعلم ذاتي انك تتعلم مش انك تنعزل لوحدك يعني، ده هنعرفه بعدين. كنا احنا دلوقتي هنخش المجموعه الثانيه في الفلات بنرب. كنا انا بمشي بسخن وبعد كده بخش باعلى حاجه وبعد كده بنرب. المفروض اسخن لحد اعلى حاجه بس انا بكسل، بخش باعلى حاجه وبعد كده بدي الرب ايه الوزن اقل منه. هيلعب المره دي ب 30، المره اللي فاتت لعبنا 30، هيلعب المره دي بال 30. بسم الله. اول حاجه ان المتعلم الذاتي محتاج يعرف هو محتاج يتعلم ايه اصلا، لان في ناس بتقعد شهور تتعلم حاجات بس حاجات مالهاش لازمه هم عمره ما هيستعملها. تاني حاجه لازم تعرف ان الانضباط اهم بكتير قوي من الحماس. الحماس هي الشعله اللي في البدايه، اول ما تبرد هتقع. ايه اللي بيخليك تكمل؟ الانضباط. طيب انا شايف في فكره مقتنع بيها، ان بكل بساطه كل انسان عنده الحد الادنى من المجهود. طيب ايه الحد الادنى من المجهود؟ يعني على الاقل انا النهارده مثلا هقرا صفحه قران على الاقل، ولكن ده مش ما بيبقاش اعلى حاجه عندي. يعني مثلا في طبيعه ايام مثلا بقرا مثلا 5 صفح، ولكن اليوم مضغوط هقرا على الاقل صفحه. يوم مثلا بذاكر 8 ساعات، فيوم هبقى مضغوط على الاقل بذاكر ساعتين. طيب الحد الادنى ده بيجي ازاي؟ بيجي عن طريق ان انت اصلا بيبقى عندك حد اعلى، والحد الاعلى ده بيجي ازاي؟ عن طريق ان انت بتزوده بالانضباط. اكيد محدش بيبدا مذاكره 8 ساعات، اكيد كلنا بدانا بنص ساعه او ساعتين او ساعه ايا يكن، كل واحد بدا ازاي على حسب قدره كل واحد. ولكن انك توصل ل 8 ساعات بتيجي بان انت تنضبط فتره كبيره على انك تفضل تزود الحمل، زيه بالظبط زي الجيم بالظبط، بروجريسيف اوفرلود بالظبط. هو انت بتزود على مدار مده كبيره الحمل، تفضل ترفع وقت المذاكره بتاعك لحد ما يبقى عندك مثلا 8 ساعات وقت المذاكره بتاعك. بعد ما يبقى عندك 8 ساعات كده الحد الادنى بتاعك هيبقى ساعتين، في حيث ان حد تاني الحد الاعلى بتاعه اصلا ممكن يكون ساعتين، كده الحد الادنى بتاعه نص ساعه بس. الحاجه اللي بعد كده ان هو محتاج يحدد اهدافه، محتاج تحط جولز، تحطها شهريه سنويه يوميه. حاول تحطها، ما تكتبش انك لسه تحطها في ورقه عادي يعني، حطها في ورقه واعمل قدامها صح. كل ما تعمل حاجه الحاجات دي هتقدر ان هي تديك دوبامين ان انت انجزت حاجه. وخلي بالك ان في فرق بين انت تحط حاجه المفروض الهدف ليه بدايه وليه نهايه، فانت ما ينفعش تحط حاجه ملهاش نهايه. مثلا الهدف بتاعك انك تقرا، فالقرايه ملهاش نهايه. لما انا احط هدف انك هتقرا كتاب كذا، كده ده ليه هدف ليه نهايه.
عشان ده بيخلي فيه حمل اهداف كتير، وبيخلي الشخص يبقى دماغه مرهقه بسبب الاهداف الكتير اللي هي اصلا مش اهداف، ما ينفعش تسمى اهداف. هدف في حاجه ليها بدايه ولا حاجه ليها نهايه، لازم يكون ليها نهايه. الحاجه اللي بعد كده اللي انت محتاج تعملها هي انك تقيم نفسك. يعني محتاج ان انت بعد فتره من ان انت تشتغل على حاجه تشوف وصلت فين. لازم تبقى حاطط مده زمنيه معينه توصل فيها الهدف اللي انت حاطه، وتشوف اصلا هل الحاجه اللي بتعملها ديت، الحاجه اللي انت بتتعلمها ديت ليها لازمه دلوقتي. ان الاهداف بتتغير على مدار الوقت، انت ممكن تبقى دلوقتي محتاجها بعد 6 شهور ما تبقاش محتاجها. وبعد ما تتعلم فتره هيبقى عندك حاجه زي حاسه سادسه كده بالمصادر اللي انت بتختارها اصلا، انك تعرف الحاجات اللي انت بتتعلمها ديت، أو انك تعرف الكورس اللي انت بتعمله دوت مثلا اذا كان جبته من اليوتيوب او ايا يكن المصدر، هل هو مناسب او هل هو اصلا كويس، ولا الشخص اللي بيشرح دوت بيشرح كلام عادي او عام وخلاص. فالحاسه دي هتبقى تطور معاك كل ما تتعلم اكتر واكتر واكتر. طيب ايه اللي خلاه بقى ضروري دلوقتي؟ ايه اللي خلى الموضوع بقى ضروري اكتر من قبل كده دلوقتي؟ قبل كده انت كان ممكن تتخرج باللي انت اتعلمته في المدرسه تقدر تشتغل عليه بيه لحد ما تتقاعد، ده الجيل القديم كله كان كده يعني. ولكن دلوقتي كل سنه بتظهر حاجه جديده وبيختفي قصادها حاجه جديده، فانت دايما محتاج انت تفضل في السايكل بتاعت التعلم دي. ولو جيت تسرش في اغلب المقالات هتلاقي ان هي متسميه لايف لونج ليرنر، ان انت بتتعلم طول حياتك. لان دلوقتي انت لو مجالك موجود فهو كل فتره هتلاقيه بيتطور، فانت محتاج تتطور معاه. ده لو موجود. طب لو اختفى فانت محتاج ان انت تبدا من الصفر. فانت محتاج تعرف تتعلم انك تبقى مبتدئ في كل مجال ازاي. الرياضه طبعا لازم. المجموعه الاولى لعبتها بس ما اتصورتش، فدي المجموعه الثانيه بوزن اقل. أبس. طيب دلوقتي المعلومة بقت متاحة للكل، الناس اصلا مبقتش بتتعلم عشان المعلومة بقت في كل حتة، بقى في overwhelm اللي هو ضغط من كتر المصادر اللي انت بتخش تغرق جواها، سواء انجليزي او عربي. انت عندك مصادر كتيرة قوي تقعد تختار منها. فدلوقتي محتاجين نعرف الفرق بين المعلومة والمعرفة. مش معنى انك خدت معلومة انك كده بقت عندك معرفة بيها وبقيت قادر ان انت تستعملها. فرق كبير بين information و knowledge. معلومة ده اللي بيقع فيه كتير اصلا من الناس، انك تقعد تتعلم تتفرج على فيديوز، الحاجات دي كلها بتدخل لك معلومات. وفي حاجه اسمها توتوريال هيل، الناس اللي بتتعلم برمجه او كده هتلاقي ان هو بيقعوا فيها، ان هو بيفضل يتفرج على كورسز كتيره قوي قوي قوي، وبتلاقي في الاخر المحصله بتاعته تكاد تكون 10% مثلا. ليه؟ لانه ما اداش فرصه لدماغه ان هو يخلي المعلومه تبقى معرفه. ازاي يخليها كده؟ عن طريق ان هو يحتاج ان هو يحلل، يسيب له فرصه ان هو يطبق على المعلومه دي، يسيب له فرصه ان هو يفهمها، يعيدها اكتر من مره، يكتبها، يطبق عليها كل حاجه تنفع تطبيق. الحاجات دي كلها بتقدر تخلي المعلومه تنتقل في دماغك لمعرفه. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا المتعلم الذاتي احنا كنا بنتكلم عليه كواحد بيتعلم الانترنت عادي، ولكن ما جبناش سيره البابا اللي داخل في المجال اللي هو الاي اي. طبعا غير كل حاجه. الاي سلاح ذو حدين، لو استخدمته غلط زي انك تعتمد عليه تخليه يفكر في كل حاجه، هيخلي المهارات اللي احنا اصلا بنتكلم عليها دي تضعف، لان هي معتمده على حل المشاكل والتفكير. فانت بدأت تخلي الاي يفكر مكانك، فخلاص كده هتلاقي الموضوع بدأ يضعف. ولكن الاي حاجه ممتازه طبعا. الاي بقى دلوقتي قادر يبقى عندك مدرس 24 ساعه. الاي دلوقتي قادر ان انت تخليه يخطط لك للجزء اللي جاي من حياتك عامل ازاي، يعمل لك رود ماب للتراك اللي انت هتخشه. كل ده الاي بقى قادر ان هو يعمله بكل سهوله، قادر ان انت تفسره عليك انت. في ناس بتفهم بطريقه معينه غير الناس الثانيه، مش زي مدرس مثلا بيقوم جاي يشرح بنفس الطريقه الكل. لا، الاي انت قادر ان انت تقول له اشرح لي بطريقه كذا اللي انا بفهم فيها، قادر ان انت تخليه يمثل اي دور انت عاوزه.
خليه مثلا يمثل سينيور ديفلوبر مثلا، فكده بقى معاك سينيور ديفلوبر موجود عندك في البيت مجانا. في طبعا حاجات بفلوس، ولكن خلينا نستعمل النسخه المجانيه عادي. النسخه المجانيه في كل الحالات بتدي اوتبوت كويس جدا، ما ينفعش انك تقلل من حقها. فهتلاقي ان الحاجات دي كلها الاي اي بقى بيقدمها بطريقه ممتازه. وحتى الحاجات يعني الاي اي، وحتى الاي اي بفلوس اصلا، السعر اللي انت تدفعه مقابل الحاجات اللي تاخدها قليل قوي قوي. في ناس بتشغل شركات كامله، ودلوقتي الشركات الفرديه اصلا بقت كتيره. في ناس بتشتغل شركات فرديه كامله، شخصين مثلا او لوحده، بالاي اي. مثلا قول بلان بتاعت $100 5000 جنيه مثلا، بحيث ان لو كان عمل نفس المهام دي بناس حقيقيه كان هيدفع على الاقل الجونيورز 80,000 مثلا في الشهر، بقى بيدفع 5 بس. وشفنا امثله كده كتير قوي، لو سرشت على النت هتلاقي امثله كده كتير قوي موجوده. فالاي اي زي ما قلنا هو سلاح ذو حدين، تستعمله صح يفيدك، تستعمله غلط يضرك. واهم ميزه محدش بيتكلم عنها من وجهه نظري انا شايف التعلم الذاتي، انك مش انك بس تتعلم او انك تتعلم اسرع، لا، اهم ميزه هي انك بقيت بتتعلم انك ما تخافش من اي حاجه. عموما اي حاجه بتخشها قادر انك تخشها، لان انت عارف ان انت قادر تتعلمها. فدي الميزه، هو اصلا هي دي الدنيا دلوقتي الحاجات بتتغير بسرعه قوي، لدرجه انك مش هتبقى يعني انت لو نمت وصحيت هتلاقي مثلا موديل اي اي جديد بينفخ مجالات وبيطلع حاجات جديده جديده. فانك انك تعرف انك ما تخافش دي حاجه ممتازه جدا. مثلا انا مثلا اول مره جيت افتح القناه كنتش عارف اي حاجه طبعا ازاي افتحها وكده، ولكن انا عارف ان انا هقدر اني اسال واسرش، والمصادر ما سابتش حاجه. فكنت عارف ان انا هقدر بالسيرش ان انا اقدر اطلع محتوى، على اساس ان انا ايه، طبعا كل حاجه بتتطور في البدايه، ولكن على الاقل معايا ايه المينيمم. معاك الاي اي سرش عليه، معاك اليوتيوب مليان كونتنت قد كده. كل المصادر دلوقتي موجوده في كل حته. زي ما قلنا الناس بتتعلمش دلوقتي بسبب كثره المصادر، مش بسبب قله المصادر. كده كنا احنا بقينا اخر حاجه. هتلاقي في النهايه ان العالم كله بيتغير، بيظهر وظيفه جديده وبيختفي وظيفه جديده، بيظهر اي اي موديل جديد وبيختفي اي موديل جديد. حتى ابديت للاي موديل ذات نفسه كافي ان هو يهني كتير قوي يعني. ولكن هتلاقي ان الحاجه اللي متبقيه معاك مهما حصل هو انك ازاي قادر انك تتعلم، ازاي قادر انك تبدا من الصفر من جديد. دي اهم حاجه. وزي ما قلنا انك مش تبقى خايف بعد كده من انك تخش اي تحدي جديد، لان عندك قدره انك تبدا في الصفر من اي حاجه.